أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا المهندس أحمد زهران من شركة إلكتروسكاي. عرفنا الفيديو اللي فات نتحكم بالأحمال المربوطة بجهاز إلكتروسكاي من أي مكان بالعالم وفي أي وقت من خلال تطبيق إلكتروسكاي، وزي ما شفنا إن نظام إلكتروسكاي استخدامه سهل وأي حد يقدر يتعامل معاه، ودي ضمن مميزات نظام إلكتروسكاي. والنهاردة هنعرف إزاي نتحكم بإعدادات كل خط من خلال تطبيق إلكتروسكاي والإمكانيات القوية والمميزة اللي بيقدمها نظام إلكتروسكاي. بالضغط ضغطة مطولة على أي زرار من التلاتة، مثلا الزرار الخاص بالخط الأول، هنفتح شاشة الإعدادات الخاصة بالخط، ومن الشاشة دي أقدر أغير اسم الخط، وأقدر أحدد هيشتغل بزمن أو لأ، وأقدر أفعل أو ألغي وظيفة المفاتيح التقليدية، وأقدر أكتب الأوامر الصوتية. وهنشوف إزاي نتحكم بالإعدادات دي خطوة خطوة. لو عايز أغير اسم الخط الأول، هفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالخط الأول، وهنضغط على التاب اللي اسمها Change Line Name، واكتب في المربع اسم الخط اللي عايزه، مثلا Child Room، ونضغط على Save، ونضغط على العلامة دي، وهكذا أقدر بنفس الطريقة أغير اسم الخط التاني والتالت. أقدر أتحكم في زمن أو مدة تشغيل الحمل، والديفولت لكل الخطوط هو التحكم بالضغط من الموبايل أو المفاتيح التقليدية. لو عايز أتحكم بزمن تشغيل الحمل، هفتح صفحة الإعدادات واختار التاب اللي اسمها Line Work by Press، وهنضغط على الخيار اللي اسمه By Time، وهتفتح خيارات تانية زي ما احنا شايفين، وعند أول مربع هكتب قيمة الزمن، ومن هنا أحدد نوع الزمن سواء بالثواني أو الدقايق أو الساعات، مثلا زي ما احنا شايفين كتبت 4 ثواني، ونضغط على سيف، ونضغط على العلامة دي، وهنلاقي إن الخط الأول ظهر فيه الأيقونة دي، ودي معناها إن الخط ده لو اشتغل هيفصل بعد 4 ثواني. فلو شغلت الخط الأول من التطبيق هيشتغل 4 ثواني ويفصل أوتوماتيك، وبرضه لو شغلته من المفاتيح التقليدية هيشتغل 4 ثواني ويفصل أوتوماتيك. وطبعا أقدر أغير الزمن بالقيمة اللي عايزها بالثواني أو الدقايق أو الساعات، وأقدر أرجعه يشتغل عادي وألغي التحكم الزمني وأختار باي بريس وأضغط على سيف وأضغط على العلامة دي، وهنلاقي إن الأيقونة الخاصة بالزمن اختفت، وأقدر أشغل عادي سواء من التطبيق أو المفاتيح التقليدية. أقدر لو كنت محدد إن الخط شغال بالزمن ألغي التحكم الزمني أوتوماتيك لو شخص ضغط على المفاتيح التقليدية، والحالة دي مفيدة علشان لو شخص ما يعرفش إن الخط شغال بالزمن وعايز يشغل الحمل بشكل مستمر من خلال المفاتيح التقليدية. ولو عايز أعمل الموضوع ده هفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالخط، واختار باي تايم واحدد الزمن مثلا 6 ثواني، واعمل صح على كانسل كارنت تايمر، واضغط على سيف والعلامة دي، وهنلاقي ان الخط الاول ظهر فيه الايقونة دي تحت على الشمال، واللي معناها الغاء الزمن لو تم التحكم بالخط من خلال المفاتيح التقليدية، وبرضو ايقونة الزمن موجودة اللي هي 6 ثواني. دلوقتي لو شغلت الخط من التطبيق هيفضل شغال 6 ثواني ويفصل، لكن لو شغلت من التطبيق هيشتغل الخط، لكن لو فصلت من المفاتيح التقليدية اوتوماتيك هيلغي التحكم الزمني، وهنلاقي ان الايقونة الخاصة بالتحكم الزمني اختفت، وبكده
تم إلغاء التحكم الزمني. ولو عايز ألغي الحالة دي نقدر نلغيها بنفس الطريقة. قلنا إننا نقدر نتحكم بالتشغيل والفصل من خلال التطبيق أو المفاتيح التقليدية. طيب لو عايز ألغي التحكم من المفاتيح التقليدية وأتحكم بس من التطبيق، وحالة التحكم فقط من التطبيق مفيدة لحاجات كتير، زي مثلا لو عايز الأطفال ما يلعبوش بالكهرباء، أو عايز أوفر الاستهلاك ومديش سماحية للتحكم طوال الوقت من المفاتيح التقليدية. لو عايز أنفذ الحالة دي هنفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالخط، وهتفتح التاب اللي اسمها كنترول وول سويتش، واضغط على الخيار اللي اسمه كنترول وول سويتش بوتون، ونضغط على العلامة دي. هنلاقي إن ظهر على الخط الأول أيقونة المفتاح دي فوق على اليمين، ودي معناها إن الخط ده أقدر أتحكم فيه بس من خلال التطبيق. ولو حاولت أشغل الخط ده من المفاتيح التقليدية مش هيشتغل طالما أيقونة المفتاح موجودة، وأقدر بس أتحكم عادي من خلال التطبيق، وأقدر أرجع للوضع العادي وأتحكم تاني من المفاتيح التقليدية بإلغاء نفس الخيار اللي هو اسمه كنترول وول سويتش بوتون. شغل غرفة الأطفال. افصل غرفة الأطفال. شغل كله. افصل كله. نقدر نتحكم بتشغيل وفصل الأحمال من خلال الأوامر الصوتية. لو عايز تتحكم بالأوامر الصوتية تفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالخط وتختار التاب اللي اسمها On Voice Command، وتكتب الأمر الصوتي الخاص بالتشغيل، مثلا شغل غرفة الأطفال، ونضغط على Save. وبعد كده تفتح التاب اللي اسمها Off Voice Command وتكتب الأمر الصوتي الخاص بالفصل، مثلا افصل غرفة الأطفال. ونضغط على Save ونضغط على العلامة دي. لو ضغطت على أيقونة الميكروفون وقلت الأمر الصوتي الخاص بتشغيل الخط هيشتغل. شغل غرفة الأطفال. ولو ضغطت على أيقونة الميكروفون مرة تانية وقلت الأمر الصوتي الخاص بالفصل هيفصل. افصل غرفة الأطفال. ممكن أعمل أمر صوتي واحد لتشغيل كل الأحمال وأمر صوتي واحد لفصل كل الأحمال. شغل كله. افصل كله. بكده عرفنا ازاي نتحكم بالكهرباء من خلال نظام إلكتروسكاي، وشفنا انه نظام سهل ومريح، والامكانيات الكتيرة لنظام إلكتروسكاي اللي بتوفر لنا مميزات للتحكم بالكهرباء بشكل مميز. وفي الفيديو القادم هنعرف ازاي نظام إلكتروسكاي بيوفر لنا طرق أمان من خلال الحساسات، وهنشوف ازاي نوصل الحساسات مع نظام إلكتروسكاي، وازاي نتحكم بالأحمال من خلالها ونزود معدل الأمان. شكرا لحسن استماعكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.